اخر حاجة بقى معايا بقى ايه الغريبة الدايبة دوب. معايا 300 جرام من السمنة، الزبدة السمنة البلدي اللي طالعة من التلاجة، ومعايا 150 جرام سكر بودر. نضربهم كويس. بالله عليكم بالله عليكم تشجعوني وتعملوا لي لايك، وكل مقاديري مظبوطة، لان ايه الواحد مش الخامات غالية، والواحد مش عايز يخسر فلوسه. ف فيديوهاتي او طريقتي بنزلها مظبوطة. فياريت تدعموني بالله عليكم. يعني ده اخر فيديو كنت تعبانة جدا، حتى هتلاقوني متوترة ومش عارفة اركب العجانة، كنت تعبت واتهلكت. نرجع بقى للغريبة. هضرب السكر مع السمنة البلدي، لازم تكون سمنة بلدي. وبعد كده بقى انزل الاطراف كده واضربها كويس، عشان لو فيها سكر من تحت ولا حاجة، لحد ما توصل لونها كريمي. بعد كده هنزل بالنص كيلو دقيق واضربهم شوية. وبعد كده هديها سنة فانيليا عشان الريحة والطعم، تدي تست عالي. وبعد كده هحطها شوية ربع ساعة في التلاجة. لو وراكي حاجة الغريبة ما يجراش فيها حاجة، لو انت حطيتها في التلاجة قعدت ساعة 2، ممكن تاني يوم. هي والبيتيفور الاتنين دول يتحطوا في التلاجة ما يجراش حاجة لحد ما انتوا بتخلصوا اللي وراكم. هنا بقى كنت بحط الفانيليا، رشة فانيليا. الغريبة بتستوي على نار هادية في الرف اللي في النص. ما تحركهاش يا جماعة، الغريبة ما بتتحركش عشان ما تتكسرش منكم. بتاخد تقريبا 10 ل 12 دقيقة في الفرن. وكل سنة وانت طيبين، وبالله عليكم ما تنسونا في اللايك. بنتعب جدا جدا، حتى المونتاج بيتعبنا جدا. وقت الفيديو 3-4 دقايق بس بياخد مننا وقت طويل، بالساعة وبالساعتين. بصوا انا بنزلها ازاي، بصوا عاملة ازاي اهي. بعد كده بتشكلوها بقى في الصاجات. عايزين تنزلوها تسووا في الفران تحت، تنزلوها تسووا في الفران. تسووا في البيت الشبكة اللي في النص في الفرن على نار هادية، بتاخد من 10 ل 12 دقيقة في الفرن. وادي شكلها النهائي. وكان فيه شوية بيتيفور شكلتهم، لاني ايه كانوا اخر حاجة ونزلتهم يستووا في الفرن بتاع الشارع. كل سنة وانتم طيبين.